ساعات كده بتحصل معاك حاجات غريبة، تقعد تضرب كف على كف، اللي هو ازاي؟ معقول تكون صدفة ولا دي إشارة؟ ولما تفكر شوية تلاقي إن في يقين جواك، أنت مش عارف إيه مصدره، إن دي مستحيل تكون صدفة. الترتيبات دي، التوقيت ده، الطريقة دي صعب جدا تبقى صدفة. وده بيخليك تسأل نفسك، معقول دي إشارة من ربنا؟ معقول ربنا عايز يبعدنا عن الحاجة دي؟ معقول ربنا عمل ده كله عشان أنا؟ حاجات كده من اللي بتخليك تفكر مرتين، زي كده بالظبط دش الماء الساعة اللي بتاخده الصبح عشان يفوقك. حاجات بعد ما بتحصل لك بتخليك تقول لنفسك، معقول انا ما كنتش واخد بالي ان انا بضيع نفسي بايديا؟ بس بقى اللي انت ما تعرفوش ان دي فعلا اشارات من ربنا، اشارات بتقولك ان ربنا بيحبك رغم انك غالبا يعني مش اهل للحب ده، لكنه بكرمه وبرحمته اختارك واصطفاك عشان يهديك، عشان ينظفك، عشان يفوقك. زي ما تقول كده بيديك فرصه تانية عشان تراجع نفسك. يمكن شاف في قلبك ذره خير، او في عمل بتعمله بينك وبين ربنا محدش يعرفه غيرك، او يمكن قربت منه شبر فقرب منك ذراع، يمكن شاف منك لحظه صدق كانت السبب في انه يختارك عشان يشدك من الطين والوحل اللي انت غارس فيه، ويزرعك في ارض جديده تطلع احسن ما فيك. انت عارف ربنا بيبعت اشارات لكل الناس، بس للاسف مش كل الناس بتشوف الاشارات دي، لان استقبال الاشارات دي محتاج قلب صافي. وقلوب الناس درجات وحالهم مش واحد. في اللي عايش حياته كلها لله، عايش بقلب سليم. القلب السليم هو اللي بيقدر يشوف اشارات ربنا، بيثق فيها، بيمشي وراها. نقدر نشبه كده القلب السليم ده بالقلب الابيض، وزي ما في قلب ابيض في قلب ابيض واسود، بيعمل خير بس كمان بيعمل ذنوب. فده برضه بيشوف، بس زي ما تقول كده نص نص. النوع ده بقى لما بيشوف الاشارات بيبقى محتار، يقعد يقول لنفسه اكيد ده وهم، اكيد صدفه، اكيد يعني مش مقصوده. الفكره بقى ان الشيطان بيقدر عليه عشان قلبه فيه سواد كتير، خليه يشوف الرؤيه طشاش مش واضحه كده. عشان كده الشيطان بيقدر عليه، بيقدر يقنعه انها مجرد صدف، بيلهيه بقى بالدنيا، بالاحلام، بالتمني، بطول الامل. المهم تنسى. بس برضه في احتمال ان الجزء الابيض ده يتغلب على الشيطان، وربنا برحمته وفضله يبصرك ويهديك، ولكن يعني وضعك بيبقى مش مضمون. وفي بقى النوع التالت اللي هو القلب الاسود، ده بقى القلب الاعمى. الاشارات حواليه في كل مكان ولكنه لا شايف ولا سامع، وزي ما قال ربنا كده، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يبقى احنا عندنا قلب سليم بيشوف الاشارات ويمشي وراها ويهتدي بيها، قلب ابيض واسود بيبقى محتار، ويا اما رحمه ربنا تشده يا اما الشيطان يضحك عليه. وعندنا بقى القلب الاسود اللي هو اصلا ما بيشوفش ولا بيحس بالاشارات. السؤال المهم هنا بقى، هل حد يقدر يحدد مستوى سلامه قلبه؟ يعني هل حد يقدر يزعم ان هو قلبه ابيض ولا ابيض واسود ولا اسود؟ للاسف لا، لان القلب السليم ده هدف كبير ما بيجيش بالسهل. ده سيدنا ابراهيم بجلاله قدره كان بيدعي ربنا وكان هدفه بس ان هو يوصل للقلب السليم ده، فما بالك بقى بقلوبنا احنا؟ طب يعني فين الروشتة؟ فين العلاج يعني؟ الذكر. وما ادراك ما الذكر؟ ذكر الله هو المفتاح. مش بس الذكر، الذكر الكثير، لان كتر الذكر بيقفل على الشيطان كل الابواب اللي ممكن يخش لك منها او يشتتك بيها. وعشان كده كانت دعوه سيدنا نوح لقومه، استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي كل المواضع اللي ربنا اتكلم فيها عن ضيق النفس قال لنا ان علاج ضيق النفس ده في التسبيح بكرة واصيلا. وعشان كده انت لازم تحافظ على اذكار الصباح واذكار المساء، واهم حاجه الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالذكر اعتبر ان قلبك بقى ابيض بنسبة 50%. العلاج التاني لسواد القلب هو القرآن، وده بقى اللي فيه الخلاصة كلها. لو دخل قلبك صح مش هتحتاج أصلا لإشارات، لأن خلاص بقى معاك الكتالوج ذات نفسه. والحاجة التالتة هي قيام الليل. ربنا قال لسيدنا محمد، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وسلاحك الرابع والأخير هو الدعاء والافتقار إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تفارقش لسانك، دايما قول يا رب انا ما اقدرش، دايما قول يا رب انا ضعيف. انت في كل صلاه بتقول اياك نعبد واياك نستعين. لو عملت كل الحاجات دي واستمريت عليها لفتره، قلبك هيبدا يفتح، هيبدا ينضف واحده واحده، هيبدا النبض فيه يشتغل تاني، وهتحس ان ربنا معاك في كل خطوه. هتعيش ببصيره، تشوف اللي الناس مش شايفاه. قلبك هيبقى عامل زي الترمومتر حساس اللي هينبهك لو في خطر. ما اكدبش عليك، الطريق صعب بس يستاهل. هتتعب ده اكيد، لكن النتيجه ان ربنا هيتولى امره. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يعني هتتعب وهتجاهد، بس ربنا هيشوف الجهاد ده وهيشوف التعب ده، ولما يلاقيك فعلا صادق ومستمر هيفتح لك الطرق والابواب. هتعرف طريقك، هتعرف ايه الصح وايه الغلط، هتعرف ايه اللي المفروض تعمله وايه اللي المفروض ما تعملوش، هتعرف ايه رسالتك اصلا في الحياة. واللي اجمل من ده كله ان ربنا هيكون معاك، وان الله لمع المحسنين. وده بيأكد بان هو مع المحسنين. الفكرة بقى انك تكمل طريقك لحد ما تبقى من المحسنين دول.